الشيخ عطا الله شقيق ربما لديه ما يقوله في تصريح للشروق، لديه ما يقوله حول الفقيد وحول التوافد الجماهيري الكبير في جنازة اليوم، وهو السيد عطية بن بوزيد. ربما سيدي لديك ما تقول حول فقدان الفقيد الأخ أو الشقيق. بارك الله فيكم، شكرا لكم على هذه المواصلة الدائمة في الاتصال. كل الأشخاص راهم عندنا من كل المناطق ونشكرهم، ما عسنا أن نقول إلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كما أن أحمد انبثق من جديد هنا، وتأكدنا من ذلك من الأشخاص من الزملاء ومن أحبائه الذين يتوافدون إلينا حتى ليلة. لم ندري ما الموقف الذي نقوم في هذه الحالة، لكن ما يجعلنا وما نقوم به هو استقبالهم، وإن شاء الله نكون في الواجب إلى أن رسالة أحمد إن شاء الله سوف تتم، وسوف نحييها بما استطعنا بإمكانياتها الأولية ومبدأ الأولي تاعها أو المادة الأولية، وإن شاء الله قناة الشروق تساعد في هذه النقطة من كل ما يدين تاعها. نعم، رأينا بأن العائلة يعني كان فيه صبر من قبلكم، من قبل الأشقاء، من قبل الوالد كذلك. هل ربما لحضور كل هؤلاء المواطنين، كل هذه الشخصيات، ربما كان سندا لكم في هذا المصاب الجلل؟ من حضور هذه الأشخاص من زملاء ومن أحباء ومن كل ربوع الوطن من 48 ولاية، كان هناك نوع من الهدوء، إلى أن الجسم فقط هو الذي يمشي، لأن ما نمشي به وهيكلنا، لأن أحمد يعتبر أبونا وأخونا في نفس الوقت، إلى أنه للجميع وليس لنا فقط. تأكدنا ذلك اليوم. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. أنت ربما كنت من الأشقاء الأقرباء يعني القريب كثيرا لأحمد، كان فيه عمل فني من قبله هنا على مستوى المنزل من خلال الخيمة، تمكن من إيصال يعني الفن والتراث المنطقة إلى الجزائريين عموما. أنت كنت قريبا كثيرا إليه، كيف كان تفكيره؟ كيف كانت إلى ما كان يهدف رسائله يعني؟ كان أحمد بن بوزيد يميل إلى البادية ويميل إلى الأصالة بالتدقيق، وإلى الجو الذي يريح النفس والصدى والعقل والكيان. يحب الشعر، كذلك المناطق اللي يكونوا فيها الأطفال، يكونوا فيها المشايخ. كان إنسان يميل إلى التراث، لأن من طبيعة الإنسان يميل إلى قبيلة بني هلال ومن وصلنا ومن كذا. نذهب إلى الجذور الأولية. الجذور الأولية هي الإنسان يحب البادية، الفاس، البيت، السيف، ما تشتهيه النفس أو ما يحبه الإنسان اللي يفاجئ على نفسه، لأن الميدان واللي رانا عايشينه حاليا ما هي إلا قوقعة وفوضى ومشاكل. نعم نعم. ربما الشيخ عطا الله كما يحب أن يلقبه الجزائريون وصل إلى مناصب، وصل إلى البرلمان، شهرته تعدت ربما حدود الوطن، ولكن بقى بسيطا متواضعا متمسكا بالمنطقة وبالجذور. ما سر ذلك؟ سر ذلك يرجع إلى المعدن، لأن الإنسان طبيعته هو المعدن. إن كان معدنه أصيل يميل إلى البادية، لو انتقل إلى أي مكان في العالم يميل إلى الأصل، يميل إلى الأصل وهو المعدن. أحمد أخي كان ديما في الزيارات أو في المناطق اللي كنت نروح لها أنا وياه ولا نحوس ليه، ديما يذهب إلى البدو أو الرحل، إلى المناطق أو اللي تكون فيها الحياة بسيطة جدا، إلى الأطفال، إلى تجمع المشايخ، الألعاب، يميل إلى الألعاب التقليدية الأولى. وفي نفس الوقت كانت له نظرة مستقبلية لها، لأنه وجدنا حاليا أن نظر كأي إنسان يميل إليها بطبيعة غير مباشرة. نعم صحيح. ربما اليوم الجزائريين يحبوا يعرفوا، نعلم أنه لأحمد عائلة صغيرة، يعني ربما نحب نعرفوا أوضاع البنات الآن كيف هم. كل حال في حاله. البنات أو الأم العزيزة هي محطمة تماما. نتمنى ندعو من كل من يرانا أو يسمعنا أن يدعو لها بالصبر والسلوان، كما أن لي 2 من الأختين ثاني في
هي حالة مصيبة وفاجعة ولا تخفى على أي شخص. والرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا بهذه الأمور وأن نتمسك بها، لأنها من أبواب دخول، إن لم نتمسك بها فهي باب من دخول الشيطان، بالتالي يدخل الإنسان إلى مرحلة حيز ثاني لا ندري أين يذهب. رحمه الله. إذا الشقيق أحمد بن بوزيد أو شيخ عطلة كما يلقب، شكرا كنت معنا على مباشر، شكرا جزيلا لكم. إذا مشاهدينا نقلنا لكم منذ الصباح كل